يسعد لي صباحكم، يسعد لي أوقاتكم يا أحلى وأغلى متابعين بالدنيا كلياتها. هيدا الفيديو بعنوان الست الشطورة، الست السورية الشطورة. شايفين معكم نزلنا على السوق وتسوقنا اليوم، وتسوقنا لليوم كان هو الموني. بتعرفوا انتوا هذا الشهر شهر الموني، الباذنجان، كبيس الباذنجان مكدوس نقله، البندورة المغلية، الفليفلة. شو بدي اخبركم، ولقيت كمان بطريقي لقيت ورق، مع انها لما انه موسم الورق، بس صراحه لقيت ورق كتير كتير، ورق عجبني كتير كتير. فالله وكيلكم، رح جبنا لنا قفصين باذنجان وقفصين من البندوره، كمان قفصين من الورق العريش، وكمان جبنا لنا كيسين من الفلفل الحمراء. الله وكيلكم هريطه، يعني سوق الهال كله صار بالبيت كله. ابو محمد قلت له اليوم عنا سوق الهال. اول شي مشي معكم بلشت الفلفله. انا صراحه ما غسلت بكون معكم صريحه، حطيت بنتي حد وقعدت تمسح لي اياها، ان كانت كتير نظيف، مش فينا معكم فعلا نظيف نظيف، يعني وسخه علي ما في. بس حطيت بنوتي حد قعدت مسحتها قرن قرن. مش في معكم بلشت بشق الفلفله. اول شي بلشت بالفلفله حتى لحق شمسها وتعرض للشمس مشان اعمل باذنجان، لاني كنت صراحه مقطوعه من الفلفله، ما عندي ابدا فلفله. فاول شي بلشت فيه هو الفلفله، شقيته وحطيت على البلقوم الشرطه. هيدي اول مرحله قمت فيها بهيدي الطريقة. عم شقل بس كفوفي، معناتها هي منا حرة، بس انا ايدي بتحسسه كتير يعني من اي شيء. يعني اذا معجون اي شيء ضوء انه بستخدمه انه منه على منيح، فورا ايدي بيوجعوني صراحة. وهيك تقريبا اكلت معي شي ساعتين وانا عم بشق بالفليفلة. هيدي الفليفلة اللي احنا اللي هي الفليفلة الحلبية. هون بس تاني يوم، هيدي المشهد هذا تاني يوم كان. اخذت لكم مشهد من اول يوم، مشهد من تاني يوم. هذا المشهد كان تاني يوم الفلفل نشفت معي، كانت الشمس كتير قوية وحرة وشوب. درت على الماكينة الكبة صارت معي جاهزة. هون نفس النهار كنت فيه كمان، بعد ما خلصت الفلافل شقيت حطيتها على البلكون، قعدت بلشت كمان بالباذنجانات. كلهم هيك اخذت بس القمع الفوقاني وحطيتهم هيك بالقفص اول شي. بعد ما خلصتهم صفيتهم بالطنجرة وشلتهم هيك ورفعتهم لوين، عبيت لهم مي ورفعتهم على الغاز. فقط بحط لهم انا مي، ما بحط لهم اي شيء تاني ابدا ابدا. عم فرجيكم هالمكدوسات او هالباذنجانات، يعني ما في كم واحد طلعت فيهم كبير، وانتم شايفين معكم بالصوره منهم كبار هالقد، بس كتير حلوين. الباذنجان كان معي وتوفقت من اشتريته، وكان الباذنجان كتير روعه عن جد. شايفين معكم طلعوا عندي طنجرتين كبار، ما شاء الله وتبارك الرحمن. وانتم خبروني هسه بلشتوا بالمونة، بالكبيس باذنجان، بالفليفله، البندوره المغليه. وهيك شلته حطيتهم على الغاز وحطيت لهم على وجههم شقفه. صبايا الشقفه هيدي ما بتخليه ابدا يسود معكم، بيعطي لون الموف او المنفسجي رائع جدا. انا كل سنه متعوده احط لهم هيك شقفه على وشهم، وبكبسهم بحجره بطنجره فيها مي، اي شيء بدكم اياه. وبرجع بس عارف انه استوى، بغض عليهم شوكة سكينة او بضفركم بتعرفوا انه استوى معكم، بتشيلهم على النار وبتحطوا فرن على سطح المجلة وبتكبوا عليه مي باردة. كبوا عليه مي باردة بسرعة مشان ما ينهلط معنا، وضل المي السخنة فيه بينهلط معكم يا صبايا. انا عمرتين ثلاثة كبيت عليه مي، حطيتهم بالجد فضيتهم، روحوا اجي كب عليه مي باردة حتى سقع معي وصار معي جاهز. برجع بشيله هيك كمان باخده بروح على البلكون بقعد صراحة، وببلش فيه كمان بحشيه ملح. واكيد الملح اللي نحشيه فيه هو ملح الصخري. بنشيل هيدا القمع اللي على الفوق، بنشيله كلياته هيك. شايفين معكم بهيدي الطريقة. هيدي الوجه في ناس بتشيل، انا بحب اخليها بتعطيه اللون، ما بيغير لونه ابدا ابدا. يعني حتى اللون فما بيسود معكم ابدا، بس شيلوا بتعطيه اللون الموف. شايفين يعني عن جد الكاميرا ظالمته، اللون اللي طلع معي لون الموف اللي بجنن. عن جد يا صبايا كتير كتير كان الباذنجان لونه رائع جدا. وهون مصفاية بقفص، شو بدكم انتو شو عنكم، حطيته هيك صفيته، وانا بحط له شقفي تحت المنه. وبهيدي الطريقة صفيته وبلشت. شو في عندكم شي تقلوا تقلوا، انا عندي جالونات المي صراحة حطيت تقلته من جالونات المي. وانتو شو عندكم، حجر، شو عندكم فيكم تكبسوه تقلوه لحتى يصفي معكم. شايفين طلعوا معي هدول القفصين، كل واحد حطيته على قفص كمان وكبستهم بهيدي الطريقة. وعبال كيسين عاد علينا وعليكم نعمل الموني. ما في احلى من شغل الموني، هيك بتحسوا اجواء كتير حلوة. انا بحب كتير اشتغل بالموني. هذا كمان تاني يوم عم فرجيكم، شلت المكبس مع عليهم، عم فرجيكم عليهم صاروا معي جاهزين. وهون الخيارات، جبت خيار شمسي يا صبايا، رائع رائع الخيار الشمسي للكبيس كتير حلو. كمان هون غسلتهم كلهم حطيتهم بالقفص نشفوا معي، شايفين معكم. وبلشت كمان جهزت المراطبين، كنت بجهزتها ومنظفتها وحطيتهم حدي عم بكبس الباذنجانات. وهون كمان كنت فارمي البندوره. الله وكيلكم كانت نهاريتها بين الفليفله والبندوره كله نفس النهار جيب ليهم ابو محمد. بس عن جد كان في تعب كتير كتير.
بس ما بيأثر. نحن البنات ما بيقولوا ستات البيوت السوريات غير شكل. هون كبستهم كلياتهم الخيارات، وحطيت بقطع شرحة من الحامض على وجهن. ايام اذا ما عندي حامض بحط نص معلقة صغيرة او اقل شوي من الحامض، انه حامض عادي، ملح الليمون. وحطيت لكل واحد سن او سنين من الثوم، وهذا حسب الرغبة. انتوا بتحبوا تضيفوا الثوم وفيكم ما تضيفوا، في ناس ما بتحب تحط الثوم. وبضفت عليهم طبقة واحدة من الخل التفاح، بتحبوا الخل الابيض. انا الخل الابيض كان عندي موفر، طبقة ما عندي اكتر. حطيت لكل مرطبان او انيني طبقة من الخل، ومعلقة صغيرة من السكر. بس انا هي معلقتي كتير كتير صغيرة، فحطيت 2 بس، هي معلقة صغيرة فقط من السكر. وضفت عليهم المي والملح، وقلبت المرطبين هيك لتأكد انهم انضغطوا معي وصاروا معي جاهزين. وتركتهم شغلة نص ساعة، ورجعت قلبتهم على وجههم، حطيتهم على سطح المجلة. هون البندورة معي بعد ما قطعتها، وكان الشمس كتير قوية، شايفين معكم، روح اجي ادعكها هيك بايدي صارت جاهزة. حطيت حد مني الخلاط وقعدت الله وكيلكم، كل ما اعمل وجبة حط صفية وحطها على الغاز. طلعوا معي هدول قفصين طنجرتين، شايفين معكم كبار، بتقولي ملبن. ما شاء الله على البندورة. هيدي البندورة العمانية روعة روعة يا صبايا. هون انا كتير بعمل منها، كتير بحبها. يعني هدول كلهم تخزين لايام الشتوية، بتلاقوا قدامكم. هيك غليتهم هالطنجرتين، اخر شي طلعوا معي طنجرة وحدة، من طنجرتين كبار لطنجرة وحدة. وانا بحب عبيهم هني وسخنين. بس هون لاني كنت معقمتها وغليتها. النيني انا ما بستخدم النيني، اني لا، بس النيني اللي بستخدمه للعصير ما بقى بعيدة، انه فقط بعيد بحط فيهم بندورة بس، ما بحط شي مستعمل، لا بخاف ينتزع معي او ينفسوا ياخدوا اي هواء بتعفن معكم. وهيك بعد ما خلصت البندورات والكبيسات هدول، تاني يوم صورت لكم المشهد. اما هيدي بنفس الليلة كمان قعدت طبقت الورق، كمان غليت مي وملح وضفت عليهم، كمان تركتهم هيك بالجاط. الله وكيلكم تعبت، هذا كان اخر مشهد بشتغل فيه بنفس الليلة، بس تعبت. عملت له مي وملح وتركته لتاني يوم الصبح، ورجعت عبيته كمان بالمرطبان. يعني اكلت معي هلموني شغل نهارين. الله وكيلكم. تعب. هيدا تاني نهار شايفين معكم صار اللون الاصفر، اخذت معنا الورق. بس من جد انبسطت كتير فيه، انه هلا بعد ما موسم الورق بس لقيته كتير انبسطت فيه. مع ان انا كنت حاطه شوي من الورق انه كيبسه، بس ساعة توفقت فيه وعجبوني رجعت جبت. بهيدي الطريقه بلفهم هيك وبحطهم بالمرطبان، وبضيف عليهم كمان المي والملح، وبضغطهم كمان بحط لهم طبقتهم، وبشيلهم على جنب كمان. بهيدي الطريقه ما في اشطر من الست السوري بعمل المونة. بهيدي الطريقه كلياتهم بكبسهم، بضيف عليهم المي والملح اخر شي. وصحتين وعافية. وإن شاء الله بكرة هيك شي نهار شي نهارين 3 بنزلكم فيديو بعمل اليالنجي. شلت شوي طازة أخضر كمان منهم، كم كف منهم. قلت ابني مشتهي اليالنجي، حبيت أعمل له إياه يعني. وهيدا الكبيسات صاروا معي جاهزين، والبندورة بتشوفين معكم. وهي الفلفل بعد ما طحنتها وصارت معي جاهزة، كمان هيك عبيتها كلها على تبرويلات، وبشيله بحطها بالبراد. شايفين اللون روعة عن جد. هالفلفلة كانت كتير 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 شكلها وطعمتها كتير طيبة. وهذا اخر مشهد هو الباذنجانات. هاي مش كل الباذنجانات اكيد، بس هيك صورت لكم مشهد صغير لحقت لكم اياه عشان بدي اختم الفيديو. بيقولوا عقبال كل سنة يعاد علينا وعليكم بعمل المونة، والله يديمها نعمة ويحفظها من الزوال. بتمنى يومياتي لليوم بالشغل الموني يعجبكم، وإذا عجبكم الفيديو لليوم ما تنسوني من اللايك والاشتراك بقناتي وتفعيل الجرس، وبودعكم باي باي.